السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهاردة على بعض أخبار الأهلي السعودي اليوم. رسميا أهلي جدة يفسخ تعاقده مع نجم الجزائر. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الطائي. الأخدود يقوم بلفتة طيبة تجاه لاعب الأهلي. النادي السعودي يقوم بخطف صفقة محمد صلاح من الاتحاد. ومفاجأة مرعبة، الأهلي يريد تجديد عقد ثنائي الفريق. بس يا ريت قبل ما نتعرف على التفاصيل نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رسميا الاهلي السعودي يفسخ تعاقده مع نجم الجزائر خلال ساعات. قرر إدارة نادي الأهلي السعودي فسخ التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد التعاقد مع غابري فيجا قادما من سيلتا فيجو الإسباني حتى عام 2026. وتعاقد الأهلي مع جابري فيجا ليكمل قائمة الأجانب في الفريق، وبذلك لن يصبح رياض بوتبوز أي مكان في قائمة الأجانب بعد وصول عدد أجانب الراقي إلى 8 لاعبين. الأهلي يستبعد بوتبوز واليوسكي في قائمة الانتظار. قائمة أجانب النادي الأهلي السعودي: روجر إيبانز قلب دفاع قادما من روما، إدوارد مندي حارس مرمى قادما من تشيلسي، مريح ديميرال قلب دفاع قادما من أتلانتا، رياض محرز جناح أيمن قادما من مانشستر سيتي، فرانك كيسي لاعب خط وسط قادما من برشلونة، غابري فيجا لاعب خط وسط قادما من سيلتا فيجو، الان سانت ماكسيمان جناح ايسر قادما من ليون الفرنسي، روبرتو فورمينو مهاجم صريح قادما من ليفربول. الاهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الطائي. يستعد النادي الاهلي لمواجهة الطائي غدا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة في اطار الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم. وكشف الإعلامي وليد سعيد أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب علي مجرشي من الإصابة، وسيشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الطائي. ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات متتالية. وعانى اللاعب من التمزق في العضلة الخلفية، حيث خضع نجم الأهلي لبرنامج علاجي مكثف. ويستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الطائي في 9 مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري السعودي. ولعب الأهلي ضد الطائي مباراتين نجح في الفوز بهما، حيث سجل 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين. الأخدود يقوم بلفتة طيبة تجاه نجم الأهلي. قدم نادي الأخدود لفتة طيبة إلى اللاعب وسط زياد الجهني الذي يعاني من إصابة خطيرة في الرأس، وتعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والأخدود والتي انتهت بفوز الراقي بهدفين دون مقابل يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين. واصطدم رأس الجهني بمدافع الأخدود سلومون الذي ارتقى عاليا وسقط اللاعبان أرضا، ولكن الحكم لم يعلن عن مخالفة. وعليها غادر نجم الأهلي أرضية الملعب متأثرا بالإصابة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية. وأفادت تقارير إعلامية مقربة من البيت الأهلاوي أن زياد الجهني أجرى أمس الأحد أشعة رنين في مستشفى سليمان الفقيه على موضع الإصابة، وأثبتت الأشعة تعرضه لكدمة في الدماغ، ويحتاج اللاعب إلى راحة تصل من بين 5 إلى 6 أشهر. وفي سياق متصل نشر الحساب الرسمي للأخدود صورة اللاعب الأهلي مع رسالة: سلامتك يا زياد، ترجع أقوى، نتمنى لك الشفاء العاجل. لافتة الأخدود للاعب الأهلي زياد الجهني. الهلال يخطف محمد صلاح من الاتحاد، مفاجأة مرعبة منتظرة. يبدو أن نادي الاتحاد سيواجه منافسة قوية على الصفقة الأهم في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي. ويواجه الاتحاد صعوبة كبيرة في حسم صفقة ضم محمد صلاح بسبب تمسك إدارة الريدز والمدير الفني الألماني يورجن كلوب ببقاء اللاعب وعدم رحيله مهما وصل العرض المالي. ووفقا لما ذكره خبير سوق الانتقالات بن جاكبوس، فإن نادي الاتحاد يشعر بقلق شديد بعد ظهور اهتمام قوي من جانب الهلال بضم محمد صلاح. ونتيجة لذلك فإن الاتحاد عازم على المحاولة الآن بكل قوة للحصول على توقيع الجناح الدولي المصري، تجنبا لخسارة الصفقة في حال الانتظار إلى ميركاتو العام المقبل 2024 الذي سيشهد تحرك فعلي وحقيقي من جانب الزعيم تجاه اللاعب. وتعمل إدارة الاتحاد على دعم صفوفها بضم محمد صلاح من أجل الظهور بشكل لائق ومميز خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل.
ووفقا لشبكة سي بي اس سبورت، فإن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد يتضمن 100 مليون يورو لنادي ليفربول، إضافة ل 50 مليون إضافية من أجل التعاقد مع محمد صلاح. قرار مفاجئ، الأهلي يحاول تجديد عقد بودابوز واليوسكي. كشفت التقارير الصحفية عن تحرك مفاجئ من إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى في ملف الثنائي الأجنبي رياض بودابوز وإسجان اليوسكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وإدارة الأهلي يواصل ترتيب أوراقهما وإغلاق فترة الانتقالات الصيفية بأكثر استفادة فنية ومالية لخزينة النادي الغربي، بعدما قامت بصفقات عالمية قوية تحضيرا للموسم الجاري 2023-2024. ونجح الأهلي في ضم الموهبة الإسبانية غابرييل فيغا لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني خلال الساعات الماضية بعد التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبرتو فورمينو والجناح الجزائري رياض محرز والمهاجم الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، بجانب المدافعان إيبانيز وديميرال. وأوضحت ذات الصحيفة أن الإدارة لم تصل مع الثنائي الأجنبي إلى اتفاق حتى اللحظة بشأن تجديد عقدهما، حيث يطلب بودابوز واليوسكي توقيع مخالصة مالية وإنهاء التعاقد. ويذكر أن المحاولات الأهلاوية ما زالت قائمة لتجديد اللاعبان، وفي حال فشل تلك المساعي الإدارية لتجديد التعاقد فسيضطر إلى توقيع مخالصة اللاعبين. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا، وطبعا بتمنى دعمك واشتراكك في القناة عشان نكبر الجيش الأهلاوية. لو لسه جديد معي في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.